ميسي es el rey Scotti del fútbol. ميسي ملك اللعبة بلا منازع. بالاسباني كل الناس النهارده بتقولها، هو ملك اللعبة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. ملك اللعبة اللي قفل اللعبة. اليوم التاريخ وكرة القدم قررت أن تنصف المنطق. اليوم كرة القدم قررت أن تخضع لحب الملايين، قررت أن تتوج ميسي بالقطعة الناقصة في تاريخه. واليوم التاريخ قالها واضحة وصريحة: ميسي ملك اللعبة، قدم ما لم يقدمه غيره في كرة القدم من متعة وإعجاز، والنهاردة في نهائي إعجازي تاريخي مثير ممتع قدم أحلى وأعظم أداءاته على الإطلاق. كان نجم المنتخب الأرجنتيني بكل ما تحمله الكلمة من معنى. نحن أمام تاريخ كبير في كرة القدم سطر في هذه البطولة في كأس العالم. كان طول الوقت بيتقال أصله ميسي لعب جميل، لعب كويس، بس عمره ما هيكون لعيب عظيم، عمره ما هيكون لعيب أسطوري. فكنت تقول ليه يا اخوانا؟ فيقول لك لا، أصله ما عملهاش، ما جابش كأس العالم. النهارده ميسي لو بيلعب على كليته مش هيبقى الأداء بالشكل الرجولي ده. ميسي بيلعب مباراة اليوم أمام منتخب فرنسا كما لو تكون أو كما لو كانت بالنسبة له هي آخر مباراة في حياته، وبعدها سيتوقف قلبه لا قدر الله. شفت لعيبة كتير في كرة القدم، لكني أقسم إن عيني ما شافت ولا أمتع ولا أحلى من ميسي. في لعيبة كتير في الفترة اللي أنا عاصرتها، لعيبة عظام وكبار لا نقلل منهم ولا من تاريخهم، إنما على مستوى الشخصي يعني لم ترى عيني فيما عاصرت طوال عمري اللي وصل ل 38 أمتع من ليونيل ميسي في الملعب. والنهارده اللعيب ده مستحيل تقول عنده 35 سنة. النهارده الأرجنتين كلها كانت بتلعب والولاء والانتماء للأرجنتين، ومن بعدها ميسي. مش عايز أعكسها لأن هي تبقى صعبة شويتين ثلاثة، بس والله هو ملك اللعبة. عندي حاجات كتير جدا جدا عايز أقولها، بس قدام عظمة أن كرة القدم لم تخدعنا كما تعودت في كل مرة أن تخدع الجميع، وكادت اليوم أن تخدعنا. وللأمانة 80 دقيقة صال فيها وجال ميسي وأصدقائه، 80 دقيقة لم يكن متواجدا فيها منتخب الديوك الفرنسية على الإطلاق، بل إنجاز التعبير شوط أول ميسي عازم أصحابه وحاجز خماسي قدام فرقة ما جاتش. بتعبير كده بلدي شويتين ثلاثة بنستخدمه احنا، سففوهم النجيلة الشوط الأولاني وخلاص. الدقيقة يعني 79 فالماتش بيسلم نمر، وخلاص أصلا كده كده فرنسا ما جاتش و2-0، والأرجنتين راكبة الماتش ومدلدلة رجليها، وفرنسا لا حول لها ولا قوة. ومخطئ من يظن أن في كرة القدم ما هو مضمون، واحيانا مخطئ من يظن ان كرة القدم فيها عدل كامل طوال الوقت يعني، او على الاقل في الحتة دي. فكادت ان تعبس بوجهها امام ميسي، وكادت ان تدير ظهرها لميسي ومحبي ميسي في جميع انحاء المعمورة اليوم، وتدير وجهها لمبابي ابن العشرينات اللي ما شفتش طلعة للاعب زيه. سيبك من انه على المستوى الشخصي بشجع ميسي
واللحظه دي بالنسبه لي انا وانا قاعد بشجع وقاعد بتفرج لحظه تاريخيه كنت اتمنى ان انا اعيشها، واشوف ميسي معاه كاس العالم. ولكن ده ما يمنعش ابدا ابدا اننا نتكلم عن منتخب فرنسا واتكلم عن كيليان امبابي في وقته. لكن وان كنا بنتكلم عن دور عظيم النهارده عمله ميسي باسهاماته في ارضيه الملعب طوال هذه البطوله، وكانها اخر مباراه لدرجه انه البعض ظن انه ميسي سيعلن اعتزاله كره القدم نهائيا بعد البطوله من فرط تمسك ميسي بما يقدمه وحوله باقي الفريق. النهارده سكالوني اخطأ خطأ جبارا لما ريح الناس كلها وخرج دي ماريا، ريح فرنسا وصعب الامور على نفسه. دي ماريا اللي كان واحد من اهم لعيبه الارجنتين النهارده. وان كنا نشير الى عظمه ميسي واللقطه اللي حضراتكم شايفينها دي واللي حلم بيها ميسي وحلم بيها كل الصغيرين اللي حواليه، كل الشباب الصغير اللي حواليه اصلا مش مصدقين ان هم جنبهم ميسي ورفعوا كاس العالم. النهارده اتفرج على كل اللقاءات بتاعه منتخب الارجنتين بعد المباراه كلها بكاء حار، يقول لك نهدي ده للشعب الارجنتيني، نرفع عنه المعاناه ما يعيشها يوميا بالفوز بهذه البطوله. بيونس ايرس هجيب لكم الاحتفالات من كل حته. بيونس ايرس لن تنام لا الليله ولا بكره ولا بعده ولا بعده لحد ما يرجع منتخب الارجنتين، وهتبقى فرحه ما بعدها فرحه. وكيف ولما لا، وميسي استطاع ان يعيد الارجنتين الى امجادها بعد غياب سنوات عدت ال30. 36 سنه الارجنتين لم تتوج ببطوله كاس العالم. الكل كان يتمنى ويمني نفسه في الارجنتين بان يحمل ميسي هذه الكاس ليكون خير سلف لخير خلف، وهو مارادونا. في قصص التاريخ في الارجنتين مارادونا، الان ليونيل ميسي.